انت عارف نفسك احسن من اي حد تاني، انت عارف قد ايه كنت بتتعب وقد ايه التعافي ده صعب ومحتاج مجهود، انت عارف ان اللي بتعمله ده مش رفاهيه، ده ضروره. سيف دلوقتي بقى شخص مختلف تماما، مش لانه بقى مش بيشتغل او مش بيحس بالضغط، لا، لانه بقى عارف ازاي يتعامل مع الضغط من غير ما يدمر نفسه. وهي دي بقى النقطه الاهم، بقى عارف ازاي يحافظ على طاقته للحاجات المهمه، بقى عارف ان قيمته كانسان مش مربوطه بقد ايه هو منتج او بينجح. دلوقتي لما اشتغل بشتغل بكل طاقتي، ولما ارتاح برتاح بكل طاقتي. ما بقتش ارتاح وانا حاسس بالذنب، وما بقتش اشتغل وانا مشتت. ده بالظبط اللي قاله لي سيف. ده ليه دلوقتي بقت بتكسب اكتر من الاول رغم انها بتشتغل اقل. قالت لي لما بقيت اركز في مشاريع اقل بس احسن، العملاء بقوا اسعد والجوده بقت اعلى والفلوس بقت اكتر، واهم من كده انها بقت سعيده في شغلها من تاني. ادم خلاص بقى مبرمج شاطر وبدا يشتغل في شركه كويسه، بس الاهم انه عرف ان النجاح مش سباق وان كل واحد ليه توقيته الخاص. ما بقتش اقارن نفسي بحد، بقيت اقارن نفسي بنفسي امبارح بس. ده اللي هو قاله لي. نهى لقيت الشغل اللي بتحبه ومناسب ليها، مش لانها لقيت الوظيفه المثاليه، لا، لانها اتعلمت تخلي اي وظيفه مثاليه ليها عن طريق انها تدي افضل ما عندها وتتعلم منها وتحبها. على فكره بقى، دول مش حكايات خياليه، دي حكايات حقيقيه، بتختلف الاسماء او المواقف، لكن انا جاي هنا انقل لك خبرات سنين وسيشنز مع ناس كتير اتغيرت حياتهم. هما بس كانوا محتاجين يعرفوا ازاي يتعاملوا مع المشاكل اللي بتقابلهم، وانت قادر تكون واحد منهم، مش علشان انت مميز او مختلف، علشان انت انسان، وكل انسان جواه قوه رهيبه قادره تتغلب على اي تحدي حتى لو كان صعب، زي الاحتراق النفسي اللي احنا بنتكلم عنه. بس الطريق مش هيكون سهل، وده مش عيب، ده طبيعي جدا. كل حاجه تستاهل في الحياه بتاخد مجهود ووقت، جسمك يحتاج سنين عشان يوصل للاحتراق النفسي، هو كمان محتاج وقت يتعافى. بس الخبر الحلو ان التعافي اسرع بكتير قوي من الانهيار. وما تنساش ان في الرحله دي انت مش لوحدك، في ملايين الشباب في مصر والعالم العربي بيمروا بنفس اللي انت بتمر بيه. في ناس كتير قدرت تتعافى وعايشه حياه احسن دلوقتي، وانت كمان قادر تكون واحد منهم. كل مره تحس فيها بالاحباط او انك مش قادر تكمل، افتكر ان في اشخاص بيحبوك وعايزين يشوفوك كويس، ان في احلام جواك لسه محتاجه تتحقق، ان في نسخه احسن منك مستنياك تاخد القرار الصح وتبدا تهتم بنفسك. افتكر ان نفسك استحملت معاك كتير وتستاهل انك تساعدها. افتكر ان نفسك ليها عليك حق انك تبقى كويس علشان تقدروا تكملوا وتمشوا الطريق ده سوا للاخر، مش علشان انت ضعيف وعايز مساعده، عشان انت قوي وعارف ان القوه الحقيقيه في انك تطلب المساعده لما تحتاجها. القوه الحقيقيه في انك تعترف لما تكون تعبان، في انك تحب نفسك وتساعدها فعلا. مش كفايه بس انك تدور على الحل، لكن كمان تشوف الحل المناسب ليك وتبدا تعمله. وصدقني الحياه هتكون افضل كتير لما تبقى متعافي نفسيا. الشغل بيبقى ممتع تاني، والعلاقات بتبقى اوضح واريح، النوم بيبقى اهدى، والاحلام بتبقى واضحه. مش علشان المشاكل اختفت، علشان انت بقيت عندك الادوات للتعامل معاها. ابدا من النهارده، خد نفس عميق دلوقتي وخليك رحيم مع نفسك. قول لها انك بتحبها رغم الاخطاء اللي عملتها، قول لها انك مش هتسيبها تعذب تاني، وانكم هتعدوا الفتره الصعبه دي سوا. وبعدين خد اول خطوه، اول خطوه صغيره جدا، زي انك تشرب كوبايه ميه او تخرج حتى تتمشى 5 دقائق او تتكلم مع حد بتحبه. مجرد خطوه واحده بس مش اكتر. وافتكر ان اطول رحله في العالم بتبدا بخطوه واحده، ورحله التعافي من الاحتراق النفسي والرجوع لنفسك الحقيقيه هتبدا برضه بخطوه. وانا معاك في الرحله دي، احنا كلنا معاك، مش عشان نحل مشاكلك، عشان نفكرك ان انت مش لوحدك، وان كل خطوه بتخطيها في الطريق الصح بتخلي العالم مكان احسن، مش بس ليك لكن لكل اللي حواليك كمان.